أول حلقة من لافندر في الموسم هتكون عن الحرنكش أو بيسموه جولدن بيريز، التوت الذهبي. الحرنكش فاكهة صغيرة وطعمها حلو، بس فايدة أكبر بكتير قوي مما تتخيلوا. بتحارب أنيميا نقص الحديد وبتزود نسبة الهيموجلوبين في الدم، بتقوي الأسنان والعظام، وغنية بفيتامين بي كومبلكس، بتقوي الذاكرة وليها فوائد تانية كتير. أكلها سهل، كل اللي بنعمله بنشيل منها القشرة، نغسلها عشان نشيل منها التراب، وبتبقى جاهزة للأكل على طول. جربت أعمل منها كذا نوع سلطات، لقيتها لايقة على حاجات كتير جدا، وخلت طعم السلطة أحلى وألذ بكتير. وهنا عملت بيها سلطة تانية مع الجرجير والجبن، وطلع طعمها حلو جدا والمكونات كلها مناسبة مع بعض. والحلو كمان اللي فيها إن ممكن ندخلها في حلويات فنقدر ناكلها حلو وحادق. دي سلطة تالتة مع خضار مشوي، أو ممكن ندخلها مع البنجر أو في العصاير عموما، أو ممكن ناكلها كده لوحدها. أيا كان الشكل اللي هتاكلوه بيه، استغلوا الموسم ده وجربوها في كذا حاجة. هتلاقوه معظم الوقت على العربيات في الشارع، أو في شبك أو أطباق في السوبر ماركت الكبيرة. اللي بيستنى موسم الحرنكش يكتب لي في الكومنتس وقولوا لي عايزين الفاكهة الجاية ايه.